منور يا ابو رضا. نورك يا كابتن. كل سنه وانت طيب يا عم. وانت طيب. عامل لك سفندي، عامل سفندي. هو السفندي بيتعمل؟ لا انا اكلت واحده يعني عشان بس. مش هتاكل تاني؟ شويه كده. هو بصراحه المفروض ما تاكلش تاني، يعني هي واحده بس كفايه. لا انت اتنين ولا اتنين مربع. كل يا ابني عادي. الزمالك ماتش حرس الحدود انت توقعته؟ ايه رايك؟ دي تاني توقع ليك انت عملته قبل كده، كان ماتش الاهلي والزمالك باين. خلي بالك دايما يعني انت ما بتسالنيش في التوقع، انت سالتني مرتين. مش عارف ليه. صح. يعني احنا كنا باين بنتكلم قبل الماتش فانا قلت لك خلاص بقى، كان فاضل 5 دقايق وقلنا هنقفل الفيديو انت قلت لي ونخش نتفرج على الماتش. انت قلت لي الزمالك. فانا بقول لك توقعاتك ايه؟ قلت الزمالك يكسب 2-0. الماتش خلص 2-0. في صوره لي انا وانت والفيديو شغال، يعني قطعت صوره منه كده واحنا قاعدين بنتفرج، قاعدين اللي يشوفنا، لان الزمالك كان اداؤه سيء قوي الشوط الاولاني. الشوط الاول كان وحش جدا، مفيش هجمات، حتى في جالهم فرصتين خطر اول على الزمالك. الحرس كان ممكن يجيب الحرس يفوز، يبقى كسبان 2-0 الشوط الاولاني. في كوره الونش راح خط الجول، في كوره الونش غلط فيها بصاد المهاجم اللي هو عملها والحارس كان متقدم، بس هو قرشت على رجليه، لو ما قرشتش كان راحت في الشبكه. بتاعت الونش. لما انت بتقول البرنس، لما انت قلت لي الونش شال كوره وغلط في كوره. بعد الكوره اللي بعدها على طول هو شال كوره خط الجول. بس الحمد لله هو والله التغييرات اللي حصلت دي الزمالك فاد عشان الناس اللي في الاستاد دي، والله الجمهور دي يعني حاجه عظمه والله. بجد الجمهور ده هو اللي عامل الحياه للزمالك. والله انا بيتهيألي الزمالك لو مفيش، يعني لو الجمهور مش بيحضر مش هيفوز ولا ماتش. اللعيبه اللي موجوده دي، بص هو الزمالك عامل حاله، يعني الجمهور موصل للعيبه انتوا زيكم زي غيركم. اللي هو ايه، انا اللي عليك في الملعب، يعني فاهم، مش يعني ما تقوليش ان احنا قليلين وبتاع، الجمهور عارف امكانيات الفرقه. ما احنا من الجمهور بنقول كده، احنا بنقول كده فعلا، بس لما تيجي تلعب لا فوز. يعني جمهور الزمالك زي مثلا ماتش الكاس زي ما اتكلمنا في قبل كده، انا مني واحد لحد دلوقتي متضايق. عندك مثلا ايه، الاهلي مش موجود في البطوله، ومثلا لو انت كنت كسبت سيراميكا طلعت فريق قوي كمان، مش هيبقى قدامك كلام مثلا ممكن يبقى في النهائي، فاهم؟ فحسيت ان انت ضيعت بطوله، خصوصا ان انت في الظروف اللي انت فيها دي. لو الاهلي في البطوله اقول لك ماشي عادي. لو انت خدت الكاس كان هيفرق معاك جامد قوي بالظروف اللي انت فيها. حاجه حلوه، كان هيفرق نجاح. والحمد لله انت موجود في منافسه الدوري، ربنا يكملها على خير. انت ما تبصش للاهلي في الوقت الدوري. بص يا برنس، ما تبصش للاهلي حاليا الاهلي هيكسبني، انت فوز ماتشات. لا ما انت ما تبصلهاش كده فعلا. انت فوز، انت عندك كام ماتش؟ عندك ماتش زد، وعندك ماتش بيراميدز، وعندك طلائع الجيش، في 4 ماتشات قبل ما تخش وطلائع الجيش، وعندك من 7 ماتشات بقى اللي هم جايين. انت هتلاعب زد، وهتلاعب بعد كده بيراميدز وطلائع الجيش، وعلى ما اعتقد مين، غزل المحله باين ولا مين؟ لا المحله لعبنا غزل المحله متعادلنا 1-1. خلي بالك انا يعني بص، انا عاوز اقول طلائع باين، طلائع الجيش في ماتش كمان تقريبا. ماتش مين ايا كان بقى، المفروض الزمالك زي ما انت بتقول الاتحاد هنلاعب الاتحاد السكندري. الله وكيل يا برنس. انا بص، المدرب اللي كان اسمه فيرا ميسي كازاك دوت، يعني لو كانش الراجل ده موجود معانا كان زماننا فارقين ببنات كتير عن المنافس. المدرب كان اللي هو فيرا اللي هو مشي ده، لو كان ايه بقى، لو ما كانش موجود معانا كنا جبنا مدرب مصري. البرتغالي كان بيخترع اختراعات وضيع ماتشات، في ماتشات سهله يعني المحله دبونتين، وادي دجله 3 بونت، ماتش الاهلي انت ماسك الماتش. لا مودرن فزنا عليه. احنا في ماتش لما كنا هناك باين وخسرناه السنه اللي فاتت الماتشات دخلت في بعضيها. انت بس السياق مصر عليك شويه. عندك بس تحس الموسم بدا متلاحم على طول، بس متلاحم. واحنا كنا هناك كمان، انا كنت مدخن في الماتش ده، عمال ريتني ما جيت بس انا ما بحبش يعني. بص تخيل انت لما متضايق وانا قاعد في البيت، ده بالك بقى انا رايح ودافع فلوس ورايح لهم ومواصلات وبهدله وارجع كده، يعني
الواحد والله حتى وانت قاعد في البيت الزمالك لما بيخسر بتحس ان هو ايه، بيضايقنا، احنا بنتضايق. ما بعرفش انام. طب وفي حاجه كمان غريبه، تحس ان هو يفوز ماتش عادي، ماتش ودي، ماتش رسمي، حتى لو مش بطوله، مثلا تيجي في الماتش حد يجيب جون حلو، تحس ان احنا معنوياتنا مرتفعه، مش عارف، بنبقى فرحانين قوي، تحس ان احنا مختلفين شويه، مختلف في تشجيعنا شويه. بص احنا بنحب الزمالك قوي، واخدينه على عيبه. يعني انت مثلا جمهور الاهلي يجي الاهلي يقعد يكسب كتير 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 في ماتشات كتيره، بتلاقي واحد يقول لك ايه الاهلي وحش، لا مفيش في فرقه. يا ابني ايه اللي انت بتقوله ده يا ابني؟ لا هو بص، انا من ساعه ما وعدت وشجعت كوره ما وعدش ان الاهلي جه في مره كان في فريق ضعيف، حتى اللي هو بالنسبه لهم فريق ضعيف كان خسر نهائي افريقيا. يعني في بعض من زمايلنا لما نيجي نتكلم معاهم يقول لك ايه ده، انا كان عندي ميدو جابر وكان عندي حمودي، وصل دوري ابطال احمد حمودي، كان اسمه حمودي، حمودي ومش عارف ومين سيد حمدي يا ابني ما دول واصلين معاك نهائي افريقيا، تخيل، واخد بيهم دوري. يعني دول كانوا وحشين مثلا، انت بتقارنهم باللعيبه اللي موجوده عندك، مش زيهم، بس لما تيجي تقارنهم بالمنافس بتاعك لا هم اعلى، كانوا ساعتها اعلى بالمنافس بتاعك، اعلى في افريقيا، بيوصلوا افريقيا بدليل طبعا، وكانوا خدوا دوري باين. فخد بالك، فانت لما تيجي تتكلم الناس دي كانوا اقوى من المنافسين بتوعك، كانوا اقوى من المنافسين بتوعك اللي موجودين. فانت بناء عليه مثلا انت ممكن تقول دوري الابطال ده اقوى بطوله في القاره طبعا، ما اقوى، وصلوا النهائي، هم كانوا وصلوا النهائي، هم اي نعم خسروا بس وصلوا النهائي. خلاص بقى اصل طبيعي ان اصل وصل ما كده لا وهم كسبوا ماتش كده اقوى فريق وصلوا النهائي، هم كسبوا باين 3-1 في القاهره، 3-1 وخسروا 3-0 هناك من الترجي. ايوه يعني اقصد ان انت كنت فايز برضه فرق هدف، فرق هدف، يعني انت خسران بفرق هدف بس. انما القصه كلها ان انت ما تقولش انا ما وعدش في مره، واي حد يعني ما جيناش مثلا في سنه كده ولا حاجه، لا عسل انت كده ايه ما ياخدش بطوله، ما يوصلش للنهائي، ياخد، هو لو ما خدش دوري ممكن تلاقيه طلع بكاس، طلع بسوبر. لا بديك بس مثال عشان يقولوا وحش، قالوا وحش جيله وحش، ما خدش دوري، ما وصلش نهائي افريقيا، خرج من افريقيا. الوحش مثلا لما اجي اقول لك، شفت مثلا فرقه اليونايتد اللي كانت يعني مع سير اليكسيس، واخد اليابس، قويه جدا ايام جيجز دلوقتي ايام جيجز مثلا وروني، وكان كريستيانو رونالدو وايفرا والناس الكتير دي. طيب دلوقتي فين اليونايتد؟ اقول لك فعلا اليونايتد دلوقتي مش كويس، بدليل انه بقى له اكتر من 10 سنين ما بياخدش دوري، ممكن اكتر كمان، بقى له يعني وما بيلعبش في دوري الابطال، وما بيشاركش. فهنا نقول فعلا في مشكله، بعد عن المنافسه، هنا فعلا الفريق ده ناقصه كتير، الفريق ده اكيد انت موجود كل سنه في المنافسه، الاهلي موجود، الاهلي سنه ما ياخدش فيها الدوري بيكون منافس قوي جدا، يعني اللي ياخد منه بيبص ياخد منه البطوله والروح، يعني مش بالسهل، ما طلعتش التالت او الرابع مثلا، انت تالت دوري فرق بونت. هو حتى لو جه في مره خد تالت دوري، ما انت بتاخد افريقيا. الوقعان ايه، او المشاكل اللي بتبقى في النادي ايه، ان انت بتبقى عندك مشاكل فعلا، ممكن تقعد 3-4 سنين ما تاخدش بطوله. فانا اقول فعلا في مشكله هنا، انت كده نحاول نحل المشكله دي، انت كده في مشكله كبيره. انما مثلا دلوقتي مثلا لو انا خسرت دوري وخدت افريقيا، ما دي تتعوض بكتير، واساسا اصلا الجمهور عاوز افريقيا قبل الدوري. وبعدين في حاجه كمان، انا ما بلعبش نفسي، انت بتلعب منافسين اقوياء برضه، فطبيعي تخسر ماتش ده وضع طبيعي. ده مثلا بالنسبه لافريقيا، بالنسبه للاهلي يعني مثلا ايه، ايوه بالنسبه لافريقيا، بطوله افريقيا، بالنسبه لافريقيا او الدوري او اي بطوله مثلا، يعني انت مثلا خدت بطولتين من 3، ما دي نجاح. طبعا، ما ده نجاح طبعا. يعني مثلا ايه، لا خدت مثلا الدوري وافريقيا، انت عاوز ايه تاني؟ خسرت الكاس كده انت وحش؟ لا انت مش وحش. لا طبعا هو اصلا خلي بالك الجمهور كمان ما بيزعلش لما الاهلي بيخرج من الكاس، هو بيبقى مثلا ليه بقى؟ لان احنا مثلا ممكن افرح بالكاس ليه؟ هل انا مش عايز افريقيا؟ ما انا نفسي اشارك في افريقيا، ونفسي العب في افريقيا واخدها والعب كاس عالم بس انا بمشي على قد امكانيات فرقتي اللي انا شايفها دلوقتي. هل امكانيات فرقتي اللي هي موجوده دلوقتي تسمح لي ان انا اطمح ان انا اخد افريقيا؟ ده ولا ماديا ولا فنيا، الله ينور عليك، يعني انت فاهم، ولا حتى لعيبه، هو فنيا دي لعيب، حتى اداره فنيه كمان، مع احترام المعتمد جمال، انت عارف ان هو جاي حاله، مش هتلوم عليه لو جه مثلا وقفت معاه، هتلوم عليه تقول له ايه؟ انت لو جبت مدرب اجنبي، لو انت جبت مدرب اجنبي دلوقتي في الوقت الحالي، مسك الزمالك مش هيعمل اكتر من اللي هيعمله معتمد جمال، وكمان بالعكس ممكن اللعيبه كمان ما تتحمسش معاه. ما تتحمسش، لا
لان هو هيجي عاوز تكتيك بقى على قد ما يقدر، هيبدا باللعيبه اللي هو ايه، اللي اقرب حد هيكلموا عنها، خلي بالك ده كذا كذا، او شاف فيديوهات ليهم، او شاف فيديوهات مثلا. انما معتمد جمال عشان هو زملكاوي فكده كده بالتالي حتى لو هو مش ماسك الفرقه هو متابع الفرقه، بيتفرج عليها بيطلع في عارف. فهو حتى لو هو ما بينه وبين نفسه يقول لك فلان ده المفروض ده يلعب، ده اللي هو مدرب. وغير ان هو مشجع بقى قاعد بيتفرج على الزمالك. فلما تيجي تقول له امسك الزمالك مش هيبقى مخضوض، لا ده 1 2 3 تعالى. ما هو بالدليل ان مثلا انت من 2000 من سنه 2021 ايام فيريرا ما كسبتش 5 ماتشات ورا بعض. الشربون انت يعني انت لو كان موجود مكان المدرب اللي هو مشي مكانه دوت قبل علوه قبل كان في ماتشات كان ممكن هو اللي فارق دلوقتي ب7 8 بونت دلوقتي، يعني ماتش وادي دجله وماتش المحله في كذا ماتش كده، في بنط ماتش الجونه ده احنا كنا ماشيين حلو. احنا كنا ماشيين حلو في اول الدوري. الماتشات اللي احنا اتعادلنا فيها وخسرناها دي اللي وصلتك ان تبقى منافس بقى. ده انا كنت الاول لو انا ماشي كويس والبنط اللي انا السهله دي ما خسرتهاش كان هيبقى زماني انا اصلا فارق ب 9 بونت 10 بونت. لما اجي مثلا لو جيت لعبت الاهلي قول يا عم الاهلي مثلا كسبني خلاص فرق 7 معايا نقط حتى لو جه بيراميدز مثلا كسب. ده بص انا بجيب لك اسوأ النتائج بس لما اجي اقول انا خسرت من الاهلي وبيراميدز ده طبيعي مقوى مني. انما ما تجيليش ايه تقول لي اخسر من انا وادي دجله مش احسن مني فنيا مهما كان ما كانش. لا وكان ساعتها انا عندي اللعيبه احلى من دلوقتي كمان. كان لعيبه موجود يعني ناصر ماهر كان موجود، دونجا كان موجود، زيزو كان موجود. لا زيزو ما كانش موجود، كان مشي ساعتها. يا عم انت بتتكلم على السنه دي يا ابني، انت زيزو ماشي من السنه اللي فاتت يا كابتن برنس. هو زيزو ما بداش معاه الموسم ده، ما بداش الموسم ده لا يا ابني قول لي. ما انا بقول لك اهو انت بتتكلم عن اللي كان مين بقى؟ ناصر ماهر، كان ناصر ماهر ودونجا عبد الله ودونجا. كان في حاجه كده، ده حتى كان والواد بزيره ده فكنت تحس ان انت فايق شويه. انما دلوقتي انت مثلا فضيت، انت مفضي الزمالك دلوقتي برضه. خلي بالك ناصر ماهر مقصر ودونجا مقصر، المكسب مغطي على حاجات كتير. خلي بالك على المشاكل مقصر. يعني عارف انت الزمالك لو بيخسر لك مشيت دي ليه ومشيت دي ليه ومشيت دي ليه، غصب عنك هتتكلم في اللي مشيت، غصب عنك هتتكلم في الحته دي. بس انا كنت سامع كده اللي فيه انفراجه يعني كان ان في حد مثلا جاي يتكلم يعني على كان في حد طلع كده ماسك الاداره. بص لو الكلام ده هيحصل على الموسم الجديد يا عم مفيش مشكله، احنا هنزق الموسم دوت. ما انا بقول لك يعني انت انا كان نفسي عشان كده انا متضايق من ايه. انا كان نفسي الزمالك يكمل في بطوله الكاس على الاقل. انا بيني وبينك برضو يعني عندي عشم متعشم في الدوري وفي نفس الوقت مستصعبه قوي. انا مستصعبه قوي والحمد لله ان احنا مش مشهورين عشان الكلام بتاعنا ما يوصلش للعيبه، لان المفروض لو احنا اصلا اللعيبه بتتفرج علينا مش هنقول الكلام ده. مستحيل. لا مش هقول الكلام ده، هقول انتوا قدها ولازم تاخد دوري، هقول كده اشجعهم ماشي طبيعي. لكن معلش اللعيبه مش عارفانا يعني او احنا ما بنتشافش، فبالتالي احنا بنتكلم بقى احنا جماهير، احنا بنتكلم الواقع. انما غير مثلا لو انت مثلا راجل مشهور ومعروف تطلع في قناه لازم تدي دفعه لان انت محسوب على النادي، ما تجيبلهمش احباط. مستحيل. لا مثلا ما اجي اقول له هتلعب الاهلي انت تقدر تغلب هقول له كده. انا هقول مع ان انا مثلا جوايا عارف ان هو ممكن ما يقدرش يكسب الاهلي، ده منتخب مصر انت فاهم، وبيراميدز اعلى سكواد في افريقيا. فلما اجي الطبيعي لما اقول لك بيراميدز والزمالك هتقول بيراميدز، اهلي وزمالك هقول اهلي. بس احنا عشان احنا اصحاب بقى وبنتكلم مع بعض وبنتصور وقاعدين مع بعض عشان احنا في حاجه احنا بنحبها بنتكلم فيها، فبالتالي هقول الحقيقه، هقول مش قصه الحقيقه، هقول الكلام اللي هو فعلا الجمهور بيقوله اللي جوايا اللي هو انا بقوله. ايوه انا شايف ان احنا السكواد بتاعنا مش قوي. لو قابلت الاهلي يكسبني، قابلت بيراميدز حتى لو انت عندك 2 3 في مراكز كويسه بقيه الفرقه مش في يعني برضو الناس اللي هي اهلاويه بنتكلم معانا يقول لك لا انا شايفك انت عندك سكواد حلو. انت يا ابني سكواد حلو ايه؟ انت بتجيب لي 5 لعيبه من 30 لاعب وبعدين انا بشارك في 4 بطولات زيك او 3 بطولات وانت بتعاني وبتشتكي. فانت بتعاني وبتشتكي اللي هو انت فاهم. فانت بتقارن. امال انا اقول ايه؟ يعني مثلا فتوح كان غايب بقاله قد ايه؟ من ساعه كاس الامم، من قبل كاس الامم خلي بالك، من قبل ده هو راح كاس الامم بسبب ان هو رجع قبل افريقيا بماتش او ماتشين، عمل ماتش حلو من اول موسم راح جاي يعني ما استفدتش منه السنه دي. ايوه لا ده لسه اول ماتش ده. يعني انت فاهمني اقصد ايه. وادي مشيت ناصر ماهر وادي دونجا مشي وعندك مثلا عبد الله السعيد اتصاب وقعد يجي 3 4 ماتشات انت فاهم، وشحاته اتصاب
لا لا انت وعبد بتتكلمني الله اتصاب. ما انا بقول لك عبد الله اتصاب وشحاته اتصاب، انت بتكلمني على قوام فريق الخمسه الاساسيين بتوع او الافضل اللي احنا بنتايج. لما بقى موضوع العقد وبتاع عاوز امشي مش ومستحقات انا لعبت كام ماتش من غيره ولعيب مهم بالنسبه لي، ولعب طبعا لعب نتائج. تعالى حراسه المرمى الاثنين البديل والاساسي والاحتياطي، واحد معاه مشكله والثاني مصاب، بلعب بالحارس الثالث. شفت بقى؟ لا 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 ده في مشاكل في الفرقه غير المشاكل اللي هي الاساسيه اللي الزمالك فيها، اللي هي الفلوس. طبعا اللي هي الفلوس وقله اللعيبه. مع احترامي ليك مثلا لو بعدين انت عندك قوام فرقه مثلا، انت لو بتبيع ما بتشتريش، انت ما بتشتريش عشان مش معاك، انت بتبيع اصلا عشان تدي اللي موجود جوه. وبعدين بحاجه كمان، وبتبيع اللعيبه المهمه، ما بتبيعش مثلا لعيب مثلا. لا يعني ناصر ماهر ده لعيب مهم جدا. انا اتصدمت فعلا حرفيا. دونجا انت هو الوحيد اللي عندك لما كنت باجي العب فريق الواد ده كان بيخانق على 5 كوره ونقل الكوره. اي نعم بيضيع، عنده حته كده الفينش ساعات يعني ده كتير. خلي بالك السنه دي في ماتشين 3 كده كان ناصر ماهر ضيعهم مننا، كان وادي دجله، ماتش الاهلي وماتش الاهلي ده في رب الجول. الواد اسمه وفي واد حلو قوي لعب الفتره اللي فاتت كان جميل قوي، الواد الفلسطيني ادم كايد كان جميل جدا، جت صاب. فانت لما تيجي تتكلم معاه في السكواد بتاعي وهو متصاب كمان، الخمسه سته اللي انت قايل لي عليهم مصابين وتيجي انت عاوزني تقول انا عندي فرقه. خلي بالك الزمالك اتحط في ظروف صعبه السنه، وخلي بالك كان في حاجه الظروف اللي طلعت الناشئين دي، خلي بالك لولا ظروف الزمالك الناشئين ده تظهر ما كانش هيطلع دول خالص طبعا. يعني واحد زي محمد ابراهيم دول، بص اعمل حسابك ان الفرق الكبيره ما بتعتمدش على الناشئين الا في ساعه الظروف بس. الظروف يا اما اللاعب ده فز قوي فهو اكبر الناس ان انا لازم العب من امكانيات، ودي ما بتحصلش كتير الا بقى. لا حاجه بسيطه، ما بتحصلش 1%. يعني انا شايفها ما بتحصلش كتير. يعني انت عندك من بعد عمر جابر وحازم امام ما طلعش حد ازاي محمد ابراهيم. ما فيش بقى مثلا انت يعني مثلا استفدت بحسام عبد المجيد لما طلع. انا بكلمك بقى من 2010 لحد الواد اللي انا كنت شايفه حلو، بس استغربت ان هو يعني ما عجبنيش دماغه ودماغ ابوه، الواد ابن اسامه نبيه اسمه ايه؟ يوسف اسامه نبيه. هو اسمه يوسف؟ عمل ماتش حلو قدام الاهلي 2-2 ده. لا الواد اصلا كان ماشي معانا حلو جدا لدرجه ان كسبنا كام ماتش ده، كان بيعمل اساسات جامده قوي. لا احنا خلاص خدنا كان بن شرقي، يعني احنا قلنا الواد ده هيعوض بن شرقي. لا يا عم مش بغض النظر يعني هيسد المكان ده شويه عن بنزا، عن خلاص معايا لاعب اساسي، عن مصطفى شلبي، معايا لاعب كويس واساسي. فجاه افوجئ يعني راح بيراميدز ما لعبش ولا ماتش، وبعد كده مش عارف تلاقيه راح الاتحاد ما لعبش ولا ماتش. طب هو فين؟ قلت خليك في الزمالك. لا انت في الزمالك كان هيبقى اساسي، كان هيعلى. تخيل كان هيبقى كل ده اساسي. كان طالع حلو قوي ده، خلي بالك نزل ماتش الاهلي عمل اسيست. هل بقى دي فكر كان فلوس؟ كان فكر او بص اي حد يمشي ورا الفلوس ماشي، ده طبيعي، بس هو بس ابوه راجل برضه يعني ممكن حسن يعني يهدى عليه شويه. هو كان يفكر في زملكاويته اكتر شويه ويهدى شويه، وبعدين لسه بدري وبعدين تلعب 3-4 سنين في الزمالك وتنجم او اثبت نفسك، بعد كده فكر في الفلوس، خليه يطمع شويه صح. انت على طول كده ذبحته مره واحده. مع اول جولين، مع اول هو فرحان بيه دلوقتي فين هو؟ مفيش يوسف. هو مثلا كان طالع مع اسامه نبيه، مع الواد اسمه ايه ده حسام عبد المجيد، شاب زيه زيك طالع مع دلوقتي حسام عبد المجيد اساسي في الزمالك واساسي في منتخب مصر، افضل مدافعين في مصر، وبيلعب العروض جامده جدا طبعا. الاهلي اولا عاوزه، وعندك مثلا هيلعب كاس عالم، هيشارك كاس عالم ان شاء الله اللي جاي، ده اساسي مع حسام حسن. فتخيل بقى، شوف بقى اي عرض ممكن يجي له. نصر المنسي مش منتخب مصر، مش عارف. هو ممكن يروح ويبقى دكه، مش شرط يبقى اساسي. انا عاوز افهم بس حاجه، يعني انت بتاخد اللعيب بس هل هو فعلا يستاهل يعني يروح؟ انا عاوز ولا احنا عشان زملكاويه لا فحابين الواد عشان خاطر اللي بيعملوا معانا؟ عاوز اقول لك على حاجه. انت كمدرب منتخب مصر مش بتاخد اللاعب اللي مستواه يأهله اللي هو يلعب منتخب مصر؟ ده طبيعي صح. مدافع كويس بيصد، يعني ايا كان يعني مركزه في الملعب. يعني هل ناصر المنسي لحد وقتنا هذا مش مؤثر مع الزمالك؟ افضل مهاجم لو من ناحيه الاهداف او من ناحيه اللعب حاليا، تحركات في الملعب. بس هو احنا بص هقول لك على حاجه، يعني هو مش لاعب كوره. انا بديك بقى، انا بكلمك بس يمكن هو هداف شويه. انا عاوز افهم بس حاجه، هو دلوقتي حاليا
ناصر منسي. انت بتطالب مثلا ان هو ينضم المنتخب؟ المنتخب مصر مش للجميع، هو شيء محجوز. طبيعي، شيء طبيعي. لا لا، هو مثلا دلوقتي ورث. هو على الاقل على الاقل على الاقل هو في الدوري ظاهر عن اسامه فيصل كتير، هو ظاهر عن اسامه فيصل كتير. وانا حبي لي انا عشان بحبه، بغض النظر انا مش هقول لك لعيب فز وسوبر مان، بس انا بحبه من ساعه كمان الجون اللي جابه في الاهلي في السوبر الافريقي واداؤه مع الزمالك وروحه. وما تنساش السنه اللي فاتت النهائي كاس، يعني الواد بينزل يكسبك كل ماتش. لا، وبحس ان هو عاوز يعمل حاجه للزمالك وربنا بيكرمه، فعشان كده الجمهور متعلق بيه بيحبه. وغير كده عمره ما عمل لي مشكله، ما عمليش مشكله في عقد، قاعد على الدكه ما بيتكلمش. ده احنا كنا هنمشيه لولا جوميز اللي قعده. جوميز قال لك انا عاوزه. وفي حاجه ثانيه كمان، مرتضى منصور لما قعد في الاتحاد الكوره ودخل على الاداره دي يا جدعان عاوز اعيط ناصر بس. احنا حتى حتى في الفيديو قلت له انت زعلان ليه؟ وانت جايب كريستيانو رونالدو عمال تقول عاوز ناصر؟ ما احنا ما نعرفوش بقى. دلوقتي كل الجمهور بيشكر، كان عندك حق، كان لازم يتأيد. يعني والله ده خلي بالك بعد الماتشات دي كلها، الفيديوهات دي كلها، يعني بعد الماتشات دي كلها والاهداف دي كلها، الناس لا الجمهور دلوقتي حد لازم يجيب الفيديو بتاع منصور. كان عندك حق ان انت تسجل. انا لازم انا ايده. ودخل بيدور عليهم مش بيقول له اتحاد الكوره، كان عندك الناس المسؤوله هنا. دي كل ليه؟ حتى انا كنت ساعات اقول له ايه وانت يا عم عامل شبوره ليه؟ انت مش جايب كريستيانو، ما تضحكش على الجمهور. ما احنا اصل احنا كجمهور، خصوصا مثلا انت بتشجع فريق بيبقى قوي عاوز ياخد بطولات، بتبقى محتاج دايما اللاعب السوبر، مش لاعب جاي مغمور انا مش هستنى. مرتضى منصور كان بيضحك على الجمهور ساعتها، عمال معاهم هيك قوي، والجمهور حتى ساعتها انتقده جامد. ايه يا سياده المستشار، انت مش جايب كريستيانو رونالدو، هو دي اللي هيقوي الزمالك. سبحانك يا رب. مرتضى منصور مشي، طلع من افضل اللعيبه اللي موجوده بقالك سنتين مثلا، من افضل اللعيبه موجوده داخل النادي. وبتيجي ماتشات كتير انت بتطالب ان ناصر منسي يا يبدا يا مثلا لو بديل ينزل. ده في حاجه ثانيه كمان، ده جمهور الاهلي بنيجي نلعب الاهلي ناصر منسي هيلعب، يا جدعان مش للدرجات. والله العظيم ليا واحد مع انه ما جابش الا جون واحد. لا وبعدين